قررت تشطب. حلو جدا. فكرت وقلت هتعمل تصميم؟ انت كده راجل برنس. طب ما يلا بينا. لا هنا استنى بقى. هو انت عارف الاول انت رايح على فين؟ لازم تبقى عارف ان في اتجاهين. اول اتجاه فيهم ان انت الديكور بتاعك او التشطيب بتاعك هو هيبقى معتمد على الديكوريشن اللي هيتعمل. يعني بمعنى اصح شلت الفرش ده، جبت فرش غيره، غيرت الفرش، ما حطيتش فرش اصلا، ما بيأثرش على الديكور. حلاوه المكان هي في حلاوه التفاصيل والديكوريشن اللي معموله فيه. ده حلو جدا. الاتجاه الثاني اللي هنمشي فيه هو ان الحيطان هتبقى مصمطه ساده بس. حلاوه المكان هتتاخد من فرش شكله حلو، الاكسسوارز اللي هتتحط، الشجر، الزرع، التابلوهات. هو ده اللي هيدي للمكان حلاوته. عشان كده لازم تبقى عارف انت رايح في انهي اتجاه ومحدده من قبل ما تبتدي شغل. لانك انت لو رايح في الاتجاه اللي هو الفرش مش مهم معاك، فساعتها لازم تخلي بالك من الديكورات وانت بتستلم التصميم بتاعك. لكن لو انت رايح للاتجاه الثاني اللي هو الفرش فمش هيفرق معاك قوي، بس لازم تاخد بالك من تفاصيل الفرش اللي موجوده في التصميم. ايوه تختار ده ولا ده، الاثنين صح. الاثنين ينفعوا. مثلا لو انت مأجر شقه وهتقعد فيها فتره، اشتغل على النظام الثاني، الاخر كل الحاجات دي تاخدها معاك تاني وانت ماشي. لو انت خلاص ملك، اعمل فيها الاتجاه الاولاني. حبيت تغير الفرش، حبيت تغير اي حاجه، مش هيأثر على حلاوه المكان.